ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده انا هتكلم معاكم عن التعليم في المدارس الحكومية والمدارس الانترناشونال. ايه الفرق بينها بعد كده في المستقبل لما الواحد بيتخرج من الجامعة وبيخرج لسوق العمل؟ ايه المزايا وايه العيوب؟ ويعني الواحد بيستفيد ايه الافضل؟ هو طبعا مبدئيا انا ما بعرفش في اي تعليم حكومي. معظم الرؤساء اتخرجوا من مدارس حكوميه، يعني والشعراء وكل المعروفين على فكره اتخرجوا من مدارس حكوميه اصيله يعني. فدي على راسنا من فوق كلنا، محدش يقدر يعيب فيها. ولكن احنا بالنسبه للايام دلوقتي سوق العمل، يعني سوق العمل دايما يعني ايه داخل فيه ذكاء اصطناعي، كل مدى بيتطور ويبقوا طالبين مهارات حاجات كتير، وبالذات اللغات الانجليش واللغات برضو الالماني والاسباني والفرنسي، بالذات الانجليش على طول لغة اجنبية تانية بعد اللغة العربية دي. اي حاجة دلوقتي بالانجليش، الانجليش والكمبيوتر الاتنين دول يعني لازم الواحد يبقى بيرفكت فيهم، ما نضحكش على بعض. يعني فانا بالنسبه لوجهه نظري اللي انا شفته واللي حسيته واللي عارفاه واللي اتعلمته واللي قرايبي وصحباتي والناس وكل اللي حواليا عاشوه اتعلموه واشتغلوا وخرجوا كده وسافروا. نيجي مثلا المجال بالذات اللي هو المجال الادبي او المجال اللي هو ألسن، اداب، تجاره انجليش، الحاجات دي يعني. دايما بتفضل طيب الكليات دي انك تكون تعليمك عشان تقدر تنجح فيها وتجيب تقدير فيها وتخرج لسوق العمل. طبعا الكليات اللي هي بالانجلش صفر دي لازم تكون انت خريج مدارس لغات انترناشونال او ناشونال، يعني تكون مش مدارس حكومية عشان تعرف تمشي فيها. الجامعات دي بتبقى لغات بحتة، يعني انجليش بحت بحت، يعني كله بالانجليش. حتى كليات الطب والصيدلة والهندسة بتبقى بالانجليش برضو. في طلبة خريج مدارس حكومية وبينجحوا وبيتخرجوا وبيطلعوا دكاترة ناجحين ومهندسين ناجحين وكل حاجة. فأنا عاوزاكم تقولوا لي يعني ايه في التعليقات، يعني بتفضلوا مثلا او بتلاقوا ان سوق العمل بيجذب او بياخد مين اكتر؟ يعني اللي هو اللي يبقى خريج من صغره من الحضانه واعدادي وابتدائي، وابتدائي واعدادي وثانوي بيبقى تعليمه كله لغات، وبعد كده بيدخل الكليه بقى سواء كليه بقى علميه او ادبيه وبيتفوق وبيخرج لسوق العمل. ايه اللي بيبقى عليه اقبال؟ ايه اللي بيتشد اكتر وبيشتغل اكتر؟ يعني انا من وجهه نظري الاتنين على الراس، بس بالنسبه للايام اللي احنا فيها دي وسوق العمل وصعوبة الشغل، انك صعب تلاقي شغل اصلا حلوة او تقبلك وتحط رجليك فيها وتثبت فيها وتبقى ناجح في منصب في مركز، دخلك يطلع دخل عائد كويس، بالذات في الغلا اللي احنا فيه والعيشة اللي احنا فيها دي. فاكيد انا بفضل اللي يكون داخل في تعليمك لغات يعني الانترناشونال والناشونال. المدارس دي بصراحة بتطلع اجيال يعني بيرفكت بيخطفوها في سوق العمل، سواء انت دخلت دكتور صيدلي، دكتور اسنان، دكتور عام كلية طب بشري، صيدلة، هندسة. حتى هتسهل عليك الدراسة لان الدراسة دي بالانجلش، كنا عارفين الكليات دي بالانجلش كلها. فانت اما تكون اصلا واخد من الصغر انت اصلا الانجليش ده عادي بالنسبة لك وسهل جدا وسلس، فاوتوماتيك يعني اما تدخل كليات زي دي مهما كانت صعبة هتبقى سهلة بالنسبة لك. غير اللي هو كله دراسته عربي وبيجي يتصدم بقى يلاقي الكليه كلها بالانجليش، تبقى صعبه عليه في الاول. برضه بينجح وكل حاجه انا ما بمنعش، بس انا بقول الحاجه الاسهل. وبالنسبه لسوق العمل يعني شايفين دلوقتي الشركات كلها كل اللغات فيها تلاقي المعامله بالانجليش كلها، وداخل فيها الكمبيوتر بالذكاء الاصطناعي كل الحاجات دي يعني. فبرضه بيفضل خريج المدارس اللغات الانترناشونال والناشونال في سوق العمل، الشركات الكبيرة. حتى في البنوك لما بتاخد عربي تجارة مثلا، خريج تجارة عربي وتجارة انجليش، بتفضل مين؟ بتاخد تجارة انجليش اكتر. يعني دايما يقولك التجارة العربي واسطة،
صعب تشتغل، لكن التجارة الانجليش ممكن من غير واسطة تشتغل، يعني ممكن من غير واسطة تدخل في أعلى حاجة وأعلى منصب، حاجة محترمة وتشتغل فيها وتنجح وتبقى مركز وتترقى ومرتبات سالري عالي. سالري الحاجات الشركات الخاصة العالمية، أو في شركات بيبقى ليها فروع بره في الإمارات وأي بلاد تانية، يعني بيبقى ليها فروع في مصر وفروع بره برضو. يعني قولي رأيكم، شاركوني، احنا اخوات واصحاب، والقناة دي اعتبروها قناتكم هتكبر بيكم، يعني انا اختكم وبحبكم في الله، ويشرفني ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتقولي ارائكم وناخد وندي مع بعض، سواء تعليق سلبي مش ايجابي انا عادي بالنسبة لي، انا روحي مرنة يعني، ما عنديش اي مشكلة الموضوع ده خالص نهائي. فحبيت ألقي نظرة سريعة عن التعليم في المدارس الانترناشونال والمدارس الحكومية. وبرضو أحب برضو أضيف لكم طبعا معلومة كلكم عارفينها، المدارس الناشونال والانترناشونال دي مصاريفها غالية جدا. المدارس دي بتوصل ساعات ل 300 ألف في السنة، ونص مليون في السنة، و200 ألف في السنة، و100 ألف في السنة. ما هو مش أي حد برضه هيقدر يدفع، أب وأم يدفع المصاريف دي السنوية، خلينا نكون واضحين. يعني مش أي طبقة هتدفع المصاريف دي لولادها كل سنة، غير بقى المصاريف العادية وبيت بقى حياة. أكيد كلكم عارفين المصاريف عاملة ازاي يعني في الغلا اللي احنا فيه. فبرضه دي نقطة، مش كل طبقة هتقدر تدخل ولادها مدارس بالمصاريف البايظة دي. أكيد يكون السالري بتاعهم أو الدخل بتاعهم بيبقى عالي كأسرة، علشان يقدروا يدخلوا ولادهم مدارس مصاريف غالية زي كده. برضو يعني تقولولي برضو ايه في التعليقات، لو حد منكم مثلا كحد بيدرس في جامعة او كده، او هيتخرج خلاص ويشتغل، او حد بالفعل اوريدي يتخرج وبيشتغل حاليا او بيدور على شغل، ربنا يوفقه طبعا، بنات ولاد كلنا اخوات وحبايب مع بعض. وبرضو الناس اللي اشتغلت بالفعل من الزمن القديم بقى، اللي هم الثلاثينات والاربعينات زي جيلنا كده، اللي هم في الاربعينات والثلاثينات دول، برضو اكيد برضو ما هي نفس القصه، هي نفس القصه، المدارس الانترناشونال والنشر واللغات نفس القصه، بس المصاريف كانت اقل، كانت طبعا اقل، والعيشه كانت اقل بالتالي. المصاريف دلوقتي عليت واترفعت، والعيشه نفسها غليت وبقت غاليه. يعني برضو احب برضو يا ريت اسمع ارائكم. الشغل، في ناس بتحب مثلا المجال اللي هو مثلا يعني انا مثلا كنت علمي ودخلت كلية أدبية فيها إنجليش مثلا، أوكي المجموع جاب كده، يعني أنا كنت أجيب مجموع أعلى، يعني جبت مجموع يدخلني، ممكن كان فات حاجة بسيطة أخش كلية طب مثلا كده، بس ما جبتهاش، فدخلت كلية برضه حلوة، بس طبعا ما كانتش هي طموحي، كنت برسم لحاجة معينة، ليفل معين، بس فرضيت الحمد لله، وكل شيء نصيب الحمد لله. برضو احب انكم تقولولي اللي اشتغل منكم، اللي كان لغات واشتغل وحط رجليه في شغلة كويسة مبسوط ولا لا. وفي ناس عاوزة تغير، يعني برضو تغيير الشغل، يعني في ناس بيشتغلوا في مكان ويتفوقوا فيه كل حاجة، بس بيبقوا مش مرتاحين نفسيا مثلا، او الجروب اللي معاهم مثلا، او الناس اللي في الشغل مش مرتاحين لأي سبب ايا كان، يقولك لا انا هسيب الشغل ده، انا مش هكمل فيه، السالري حلو كل حاجه، بس انا راحتي النفسيه انا مش مرتاح في المكان ده لاي سبب، ايا كان يعني. وفي ناس ممكن السالري يبقى على فكره حلو برضو كله، بس مش الواو او مش العالي قوي، ويبقوا مرتاحين وقاعدين ومبسوطين ليه، عشان الجروب والناس اللي حواليهم، الروح حابين الناس، يعني روح الناس في المكان دي اهم حاجه، هي اللي بتحببك في المكان وفي الشغل، وانك تبدع فيها وتشتغل اكتر، وتبقى مش عاوز تسيب الشغل ده ابدا. الناس اللي معاك دي اهم حاجه، برضو دي حاجه حبيت القي نظره عليها. الناس اللي معاك في شغلك او في اي مكان، زي السكن، زي اي حته، والله اي حته انت بتروحها، الناس اللي معاك فيها هم دول اللي بيحببوك في المكان قبل اي حاجه، وبعد كده انت بتبص والله على الفلوس وعلى الدخل. والله لو مكان بيدي ملايين وانت مش مرتاح مع الناس ومش حاسس معاهم بالحب والراحه والطمانينه، والله هتقول يعني المكان ده يروح، مش عاوزه ولا عاوز فلوس. يعني برضه قولوا لي الكلام ده صح ولا لا، لان انا من وجهه نظري الصحبه الحلوه،
الصحبة الطيبة، الناس اللي بتخاف على بعض، الناس اللي بتحب بعض، الناس اللي ما بتحقدش على بعض، اللي ما بتغيرش من بعض، اللي بتحب الخير لبعض. المكان اللي كده ده مكان ما يتسابش ابدا مهما كان والله مرتبه. برضو دي تشاركوني في الاراء، وانتوا هنزل فيديوهات كتير وهنتكلم في حاجات كتير، برضو هنحكي وهناخد اراء بعض، ورأيكم على راسي ويهمني، لان انتوا عيلتي التانية اللي انا بكبر بيها، ويشرفني ان انتوا تكونوا مشتركين عندي في القناة، وتفعلوا الجرس عشان كل فيديو انزله تتفرجوا عليه ويوصلكم، ولا ايه؟ النهارده كانت الفيديو بتاع النهارده كده مختصر، اتكلمنا فيه كلمتين، وبعد كده ان شاء الله هنزل فيديوهات كتير وهنقعد مع بعض ونتكلم. سلام، توحشوني. باي باي، سلام.